طبعا أنا بطبيعتي البدوية هناك في اليمن كنت أصرخ أذبح، بس شيء على قدي يعني. جيته يوم من الأيام تصرخ تذبح، قلت والله الحمد لله الوالد علمني شيء بسيط، لكن مع الوقت بتعلم. المهم علمني أصرخ وأذبح وأطبخ وقهوة وشاهي وحرص الاستراحة. كانت الاستراحة خاصة له وأخوياه، ويجون مجموعة وكان الرجال ذا الله يخلف عليه رجال مضياف، يعني كل أسبوع عنده ذبيحة. عنده كلمني عن جاتك الذبيحة أذبحها واصرخها وعلقها وحنا جايينك. مرت بي الأيام يا طويل العمر، وخذيت عنده يمكن 8 شهور، وكانت الاستراحة ذي مجرد يمكن مجلس ودكة وكذا، وكان هو يجهزها وسيراميك وبلاط وشغل ومدري وين. من خذيت عنده 8 شهور، وكانت الاستراحة ذي على أتم جاهزيتها، وبدأ شوي اللي حط لها لوحة ورقم ترخيص. الوضع مختلف الآن. من بعد 8 شهور قال يا فلان أنا الاستراحة ذي جهزتها وحطيت لها ترخيص وكل شيء، بتكون استراحة مناسبات أجرها بعقود ومناسبات، فوضعك معي كمجهول ما ينفع، وأنت جايني تهريب ما ينفع أقدر أكفلك وما أدري ويش، مالك إلا تروح وأرسل لك. حسيت أن الموضوع فيه حياء وتصريفة في نفس الوقت. طبعا قد جاب لي قبلها ب3 شهور جاب لي عامل هندي، وكنت علمه الطبخ، علمه صراحة، علمه مدري ويش، علمه قهوة، علمه. يقول كنت أعلمه. يقول طيب يا عم وش الحل؟ قال بيرزقك الله، اصبر بس أنا حبيت أبلغك، يمكن من أسبوع أسبوعين كذا بشوف لك حل. وأنا جالس معهم جانا واحد عنده دائما متعود انه يجينا، قال عن الرجال يا ابو فلان، يلا حيا مستعد تروح معي؟ قال شرح لك عمك؟ قلت والله ما شرح لي شيء، وش العلم؟ قال يا ولد انا عندي عزبه وفي البر ما حولك احد، ولا تخاف ولا تشيل هم ولا. طيب عندي حلال ومعك عمال، وابيك بس تكون عندي تطبخ وتصلخ وتراعي بعض الحلال قلت خير ان شاء الله ما بخلاف. خذيت عفشي واستلمت من عمي، خذيت حقوق اللي باقي عنده ونقلت مع ذا، وزادني 200 ريال. المهم اني صار راتبي 1200 ريال، ورحت معه للعزبه وخذيت عنده فتره واشتغل معه. وكان حلقه الوصل بيني وبين اهلي الرجال ذا اللي تعرفت عليه، الرجال اللي جابني له معارف في نفس القريه اللي انا فيها، هو في محافظه تبعد عني 300 وشوي. كنت اخذ راتبي واكلمه يا ابو فلان راتبي موجود، قال خلاص بيرسل لك رجال ياخذه منك ويرسله لي وانا احوله لاهلك. وعلى هذا الموال احول له الراتب وهو ياخذه ويرسله لاهلي واتواصل معه، جانا خير. قلت هاي احرثوا الارض وزينوا. وانا وصيت اخوي، طبعا الوالد قبل لا امشي نسيت اقول لكم النقطه المهمه ذي، دعاني وقال يا ولدي بوصيك ب3. اول شيء صلاتك لا تخليها لونك في الخلل حالك. والشيء الثاني يا ابوك اصدق مع الله ومع نفسك، لا تكذب. لا دام ما على راسك سيف لا تكذب، وحتى لو على راسك سيف لا تكذب. وهذه ترى الصفه يا الربع، الصدق منجاه، والكذب والله انها صفه تدمر راعيها، وانها تكره المجتمع فيه وتكره الناس فيه، يمكن تكره حتى اهله وزوجته وابوه وامه واخوانه اللي هم من لحمه ودمه. والثالثه قال يا ابوك لا تنكر العيش والملح، وهذه ترتب تحتها ترى يا الربع الامانه، احفظ الامانه. قال يا ابوك لا تنكر العيش والملح مهما كان كثير ولا قليل. قلت على خشم. الشاهد من الموضوع جيت عند الرجال ذا في البر واشتغلت معه، وكانت الامور يسره، والحقيقه انه رجال مضياف. كان عنده شبك فيه ذبايح، كل 3 أيام 4 أيام يجيني العام يقول كلم عمي. انا طبعا ما معي جوال، ولا كان عندي امور اهم من الجوال، مع ان الجوال ما كان له ذيك القيمه، ولكن ما كنت اعرف قيمته ولا سالت عنها اساسا. كان يجيني عامل عنده ويقول اكلم الكفيل، يقول جهز لنا الذبيحه جهز لنا، وحتى كفيل يقول ما بجيب لك جوال، ما جاني ذا الجوال. الشاهد جهز ذبيحتهم، اذبحها واصلخها واطبخها وزينها واجهز قهوتهم، يجون يسمرون عندنا ويروحون. كان فيه رجل قريب للرجال ذا او من جماعته او من اصدقائه، كان يجينا دايم، وكان رجل في الخمسينات كبير في السن، ورجل احسبه والله حسيبه فيه خير. وكان فيه ميزه ثانيه، كان رحوم. يعني كان لما يجينا احيانا كان هو اكثر واحد يجي العزبه، احيانا يجي ياخذ فيها يومين. طبعا كان حاط له هبل في العزبه، ويجينا الرجال ذا راعي يحب البل ويحب الحليب. احيانا يجي قبل المغرب قبل العصر، يا فلان جيب لنا الحليب، خل عمال يجيب لنا الحليب، ويجلس عندنا. يقول كان يقعد عندنا احيانا يومين، يعني بعض الايام من اسبوعين 3 يجي ياخذ يومين في العزبه ويمشي. يعني يجينا اليوم ذا ويمسي، واليوم الثاني جاء الليل الثاني مشى. كان اكثر شخص من المجموعه اللي يجون، اكثر شخص مرتبط فينا احنا كعماله. وكان رجال ما يجينا ويده فاضي، يعني لدرجه ان احيانا يجيب لنا ملابس، يعني بدل فنايل ملابس زي كذا يعطينيها انا والعمال اللي معي. الاعياد يجيب لنا ثياب،
يكسينا في الاعياد، يعطينا دراهم، ما له في العزبه اي شيء، ما له حتى شاة واحده، والله يدي بيعتها اذا خذاني يحاسبها، لكنه معرفه لهذا الشخص وكثير زياره لنا، وانا صراحه احترمه واحبه لدرجه اني انطحه واحب راسه هذا الشايب اللي لا جانا، ارحب يا ابو فلان يلا حيه واحب راسه. الشاهد من الموضوع، مرت الايام وفي يوم من الايام ابطيت عن اهلي، طبعا انا ما عاد لقيت، ما قدرت احول في فتره من الفترات، واهلي عندهم خير وامورهم ماشيه، فقلت لعلي اجمع مبلغ كويس وارسله لابوي. في يوم من الايام لي من اهلي يمكن شهر وعلاها ما كلمته، لا والله ان الموتر مقبل علي قرابه العصر مقبل علي الموتر، اللهم اجعله خير. والله ان ذا رفيقي راعي المحافظه اليماني شايب، يقول فرحت به وما فرحت في نفس الوقت، انا قلت فيه مصيبه ما فيه شيء، يلا حيه تفضل وزير القهوه اقلط يا مرحبا وما سلام. العلم يا ابو فلان؟ قال والله ما عينت اهلك شلونهم طيبين؟ قلت والله اني مبطي منه. قال كم لك ما تواصلت معه؟ قلت والله اني الحقيقه مبطي منه. قال كلم اهلك. يقول قلت في شيء؟ قال ما في شيء، بس ان اخوك مشغلني بيكلمك. يقول منقطع منهم انت؟ يقول كلمت اخوي سلام يلا حيه عسى ما شر في شيء. قال لا ما في شيء، لكن خير انت بطيت علينا، ابوي حزين، امي حزينه، البنت بتعرس، بيني وبينك محتاجين فلوس، تبطيت علينا. يقول والحقيقه يمكن 9 شهور ما حولت شيء ودراهمي عند كفيلي. يقول قلت له انتم طيبين وبخير؟ قال لي. قلت ابشروا بالخير. يقول قلت ميد الرجال ذا اللي عندي اصبر لين يجي كفيلي شوي وبيجي وبكلمه واخذ منه دراهم. خذت شوي، لا والله من كفيلي مقبل ارحب